السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو وصفة جديدة مع جوسليس هند. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. أبشركم مبروكة، الله يدخل على الجميع بالخير والصحة والعافية إن شاء الله. اليوم غادي نتقاسم معكم وصفة ديال الخبز ديال العيد. سبقنا وتقاسمنا وصفة ديال الخبز اللي حضرناها بالبيض وزيناها كذلك بالبيض واللي كيقولوا الزرارع. اليوم غادي نتقاسم معكم الخبز ديال العيد بطريقه واحده اخرى مختلفه اولا بعجينه مختلفه. كما كتشوفوا معايا كتجي هشه رطبه قطنيه ومذاق لذيذ بزاف. فبلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير ومع طريقه التحضير، ودائما فرجه ممتعه. الوصفه ديالنا اليوم غادي نحتاجو بسم الله. انا حضرت كيلو دقيق ابيض لجميع الاستعمالات. كاين اللي كيستعمل خليط من الدقيق الابيض والفينو، انا فقط استعملت الدقيق الابيض. ضفت له ملعقه من الخميره الفوريه، ملعقه صغيره من السكر، الملح على حسب الذوق، 50 مليلتر من زيت نباتيه، ممكن تخلطوا زيت زيتون وزيت نباتيه، و60 مليلتر من الحليب، كذلك كمية من خميرة الحلويات، ملعقة من خميرة الحلويات، وياغورت طبيعي من فئة 125 غرام. كنجمعوا العجينة ديالنا. انا في واحد العجانة غنعجن في العجانة في واحد البول، وضعت المكونات كاملة وبديت كنعجن. خلطتهم شي شوية وضفت لهم الماء. الكمية ديال الماء اللي احتجت انا في هاد العجينة هذه كانت 520 مليلتر ماء دافئ. العجينه ديالي خصها تبقى خفيفه كتلتصق باش الخبز ديالنا كتجي هشيشه منفوشه وقطنيه. فانا كنعجن وانا كنضيف كميه ديال الماء حتى كنحصل على هذا القوام هذا. المقادير غادي نخليهم في صندوق الوصف بالجرام. مكون اخر اللي ما ذكرتوش هو اختياري ولكن ضروري في الخبز العيد، اللي هو حبه حلاوه، نافع، زنجلان، من اللي كيعجبو واللي كيفضلوا. انا ضفت كميه بسيطه، يعني وليداتي ما كيعجبهمش بكثره فضفت كميه بسيطه اللي تعطي ديك اللذه وديك المذاق ديال خبز العيد وما تكونش باينه بزاف. العجينه خصها تكون بهذا القوام هذا. غادي نخليها تختمر. دابا مع الحراره كنختمر يعني معنا فوق وجيز، يعني كيتضاعف الحجم ديالها. شوف معايا، هذا هو القوام ديال العجينه اللي خصنا نحصلوا عليه، كتلتصق وخفيفه. فخليتها غطيتها وخليتها اختمرت. بعد ما اختمرت العجينه ديالي طبعا غادي نديغازيها ولا نحيد منها ديك الهواء اللي تجمع فيها. غادي نوضعها في سطح العمل وغادي يعني نرش شويه ديال الفينو. انا رشيت الفينو ماشي الدقيق اللي كنقولوا. عاودت شويه العجينه ديالي، يعني سويتها كورتها شي شويه وقطعتها الى القطع اللي غنحتاج انا ولا العدد ديال الوحدات ديال الخبز اللي غنحضر. بالقياس هذا انا حضرت 3 ديال الخبيزات، يعني الحجم متوسط اللي طيبتهم في الفران، و 2 خبيزات صغيورين اللي طيبتهم في المقله. بغيت شويه نخلط. هذا القياس هذا ديال كيلو دقيق كيحضر لنا 4 ديال الخبيزات مقدودين اللي كنقولوا مزيونين في الحجم ديالهم. فبهذه الطريقه هذه يعني قطعت العجينه ديالي وكورت الخبيزه ديالي، خليتها ارتاحت، قرصتها ولا قرصت الخبز كما مبين في الصوره. ما تخليوهاش يعني سميكه، رققوها شويه حتى كتكملوا العدد ديالكم. كنغطيوها وكنخليوها تختمر للمره الثانيه. وملي كتختمر كنكونوا شعلنا الفران على 180 الى 200 درجه حتى كيسخن. بالمساعده ديال هذا الطابع ديال الخبز
أو المرشم، كنوضع ديك الرشمة في الوسط ديال الخبز، يا إما بالرشمة الكبيرة أو بالصغيرة اللي كتفضلوا نتوما. ممكن كيعملوا الكبيرة في الوسط وكيعملوا في الجنة بالصغيرة. أنا عملت فقط رشمت بالصغيرة في الوسط ديال كل خبيزة. دخلت الخبز ديالي نفران، الخبز ديالي غطي في الفران دخلتها نفران، والخبز اللي غطي في المقله وضعتها في المقله. هذه ما رشمتهاش لان الخبيزات كانوا ستيتوين اولا صغيورين. بعد ما طبت الخبز ديالي، لا اللي في الفران ولا اللي في المقله، كان هذا هو الشكل النهائي ديال الخبيزه ديالنا د العيد. خبيزه خفيفه قطنيه رطبه هشه ولذيذه في المذاق، كتوجد معنا في وقت وجيز، ما كتطلبش منا شي مجهود. ومع القضبان اولا المغرزات ديال العيد كتجي غزاله شهوه منا. الناس اللي كيزوروا القناه اول مره كنقول لهم مرحبا بهم، نتمنى يعجبكم المحتوى اللي كنتقسموا. جربوا الوصفات، اشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. والمشتركين الكرام الافاضل كنقول لهم دائما شكرا من القلب على الدعم ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم وعلى تعليقاتكم الجميله اللي لا يخطيكم. هذه كانت الوصفه ديالنا ديال اليوم، عواشركم مباركه وعيدكم مبارك سعيد، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. كل عام والأمة الإسلامية بألف خير وصحة وسعادة يا رب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى فيديو قادم بإذن الله.